قد رشح الأمين العام أنطونيو غوتيريس كولر لهذا المنصب، ووجه رسائل يوم الخميس الماضي إلى الطرفين الرئيسيين المعنيين أي المغرب وجبهة البوليساريو، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن. هنا يعني تجدر الإشارة على أنه لم يتلقى بعد الأمين العام أي إجابات رسمية حول هذا التعيين من قبل الطرفين المعنيين، والجميع يترقبون ما إذا كان أعضاء مجلس الأمن سيوافقون بالإجماع على هذا التعيين، إذ أننا لا نزال نواجه هنا تداعيات تعيين خلف في ليبيا مارتن كوبلر. سلام فياض فشلت عملية تعيينه، وكوكس أيضا فشلت عملية تعيينه بسبب الاعتراض الروسي، والآن يترقب الجميع ما إذا كان أعضاء مجلس الأمن سيوافقون بالإجماع، أكرر بالإجماع على هذا التعيين، لأن المنصب في السنوات الأخيرة حكيم كان من حصة الأمريكيين. المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية كان كريستوفر روس، وقبله جيمس بيكر، ويعني صار العرف أن هناك ثقل للولايات المتحدة في هذا الملف. هل ستقبل الولايات المتحدة بالتخلي عن هذا الملف لمصلحة هورست الرئيس الألماني؟ فهذا سؤال لا يزال المراقبون ينتظرون الإجابة عليه. هورست كولر، ما هي المعلومات المتوفرة عن الرجل، عن هذا الرئيس الألماني الأسبق؟ هو شخصية في الحقيقة مرموقة في ألمانيا، وهو تولى رئاسة ألمانيا. صحيح أنه خرج مستقيلا بسبب تصريحاته عن وجود القوات الألمانية في أفغانستان، وتبريره لذلك بأن هناك مصالح اقتصادية يمكن أن تفيد ألمانيا بسبب ذلك. كانت هذه ربما زلة ودفع ثمنها الرئيس الألماني السابق، وهو أيضا شخصية اقتصادية ومالية مرموقة. كان تولى رئاسة أو الإدارة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وشخصية ليست معروفة بمواقفها الحادة على الصعيد الدولي، وهذا ربما بيت القصيد في ملف بالغ الحساسية كملف الصحراء الغربية. أعتقد أن أنطونيو غوتيريس يريد شخصية ليست يعني مسيسة للغاية، وهو اختار هذه الشخصية الاقتصادية المالية التي لم تعرف بمواقفها الحادة في أي ملف من دون استثناء على الصعيد الدولي. في الأثناء باختصار شديد علي، هل ثمة استراتيجية واضحة لدى الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء الغربية؟ في الحقيقة هذا سؤال مهم للغاية وتصعب الإجابة عليه، لأن الأمين العام الجديد، والحقيقة يجب أن أقول 100 يوم مضت مع هذا اليوم على وجود أنطونيو غوتيريس في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولم يفصح بعد عن رؤيته بالنسبة إلى ملف الصحراء الغربية. والجميع يترقبون أيضا كما أنت تترقب حكيم تقريره الأول لأنطونيو غوتيريس عن الصحراء الغربية. سنرى ماذا سيضم في هذا الملف. أشكرك جزيل الشكر من مقر الأمم المتحدة في نيويورك مراسلنا علي برتر. الثانية الزميل يونس دفتر. إذن هذا التقرير الذي وزع أمس على أعضاء مجلس الأمن الدولي ربما جاء بشكل جديد ومغاير، ويتضمن مجموعة من النقاط الأساسية. بداية نتوقف عند أهم النقاط الأساسية التي تضمنها التقرير. أظن بأن التقرير يبين عن أن الأمم المتحدة تبحث عن نفس جديد لإدارة النزاع حول الصحراء وإعادة المفاوضات، والقاموس والتراكيب اللغوية وحتى التوازنات التي صيغ على أساسها التقرير تؤشر على أن هناك اتجاها أمميا نحو استعادة قواعد الحياد والموضوعية وخدمة السافة مع جميع الأطراف بشكل يقطع مع المنزلقات التي قادت إليها الأمانة العامة السابقة في شخص بان كيمون ومبعوثه كريستوفر روس، والتي جعلت الأمم المتحدة تصبح طرفا منحازا لطرف.
العناصر الإيجابية كثيرة، نبدأ بأولها وهو الموقف الذي عبر عنه التقرير بخصوص أزمة القرقرات، فقد أشاد بانسحاب المغرب وحمل البوليزاريو مسؤولية بقاء وعدم امتثالها لقرار الانسحاب، معتبرا بأن ذلك من شكله أن يشكل تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار وأن يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة. وأظن بأن هذه الصياغة تبين حكمة وتبصر المغرب الذي قرر بشكل فردي وفوري في وقت سابق أن يسحب وفي حين نعم. ومن أجل أن نفهم قيمة هذه الفقرة يجب أن نستحضر الضغوطات الكثيرة التي مارستها البوليساريو والجزائر على الأمين العام للأمم المتحدة الجديد، واللقاءات التي عقدت معه من أجل إقناعه بأن المغرب لم يسحب عتاده العسكري ولم يسحب قوته العسكرية. وهنا يأتي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ليتضمن عناصر الإنصاف بالنسبة للموقف المغربي. كذلك الجانب الإيجابي فيما يتعلق بالمكون المدني من المينورسو، أشاد بتعاون المغرب مع استعادة هذا المكون الذي كان قد تم طرده بعد أزمة تصريحات بان كي مون في الصحراء. لكن التقرير يشير أيضا بأن هذه العودة يجب أن تتم في إطار قواعد الحياد. وحتى بالنسبة للمينورسو تحدث التقرير عن التمديد لسنة ولم يشير إلى مسألة توسيع صلاحيتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان كما يطالب بذلك خصوم المغرب. وحتى بالنسبة لحقوق الإنسان أكد على عنصر كان واردا في تقارير سابقة، وهو أن هذه المراقبة يجب أن تتم في الصحراء كما في تندوف. التقرير في جانب إيجابي أيضا يستجيب لأحد المطالب المغرب والمندوبية السامية للاجئين، وحين يؤكد على أن الجزائر والبوليساريو تواصلان رفض إحصاء سكان مخيمات تندوف. ويشير أيضا إلى المعطيات التي تضمنها التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والمتعلقة بتهريب المساعدات الإنسانية التي تواجه تندوف والاختلالات الموجودة في هذا الجانب. ثم إن التقرير يعود إلى عنصر كان حاضرا في قرارة سابقة لمجلس الأمن الدولي لكن لم يتم تفعيله في الممارسة عن مستوى مجلس الأمن، وهو أنه لم يعد ينظر إلى الجزائر كما تقدم نفسها على أنها فقط مجرد متعاطف مع قضية. بل هي معنية مباشرة ومعني وعليها هي وموريتانيا أن تبذل مجهودا كبيرا في الدفع بالمفاوضات. هناك بعض القراءات المغلوطة التي رقفت التقرير مثل تلك التي أوردتها هذا الصباح وكالة الأنباء الفرنسية. فالتقرير يتحدث عن دينامية جديدة وروح جديد في التفاوض، وهذا لا يعني كما ذهبت إلى ذلك وكالة الأنباء الفرنسية على أن الأمين العام للأمم المتحدة يبعث عن الاستفتاء، لأن ذلك سوف يكون نسفا لمجهوداته ولتصوره منذ البداية. وهو يتحدث المضمون العام للتقرير ربما هو بعيد تماما عن أي تأويل في هذا الاتجاه. هو يتحدث عن التراكمات التي تم تحقيقها منذ 2006، وهنا نتحدث عن إشادات المستمرة لمجلس الأمن الدولي بالحكم المبادرة المغربية ديال الحكم الذاتي. صحيح أنه يتحدث عن أن هناك حاجة إلى أن تكون المغرب والبوليزاريو أن يقدم مقترحات جديدة، لكنه أيضا يؤكد على أن هذه المقترحات يجب أن تتم في إطار واقعي ومتوافقا عليه وفي إطار حل سياسي. وأظن بأن هذه نفس المقاربة التي يعتمدها المغرب. هل يمكن إذن أن نتحدث الآن عن مرحلة جديدة في تعاطي وتعامل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الخصوص مع قضية الصحراء؟ الآن على مستوى التقرير الذي قدمه الأمين العام لا يمكن أن لا نقول بأن هناك تعاطيا جديدا يستعيد على الأقل شروط الحياد والموضوعية والحفاظ على مسافة مع جميع الأحزاب السياسية. وأظن بأن التقرير يتضمن بعض الإشارات التي لم تكن صريحة لكنها دالة ومعبرة جدا. لما يتحدث التقرير عن أن الانتخابات التشريعية جرت دون أن تسجل حادثا، هو يلمح بشكل غير مباشر إلى أن الأقاليم الجنوبية التي شاركت في هذه الانتخابات على نسبة مشاركة قد اختارت الاندماج في النظام السياسي الوطني، وحتى دعاة الانفصال لم يكن لهم اعتراض على هذه الانتخابات ولم تكن هناك تحركات لمقاطعتها. وحتى إن كانت هناك تحركات لم يتم التجاوب معها على اعتبار أن هذه المناطق سجلت أعلى نسبة مشاركة. ثم حين يحيل التقرير على خطاب الملك في دكار ويتحدث عن أكثر من مرة خصوصا حين يتحدث عن المقطع الذي يشير إلى المشاريع التنموية الموجودة للصحراء وتنمية الأقاليم الجنوبية، هي أيضا إشارة غير مباشرة وتلميح يرد على الأطروحة التقليدية للبوليساريو والجزائر والمتعلقة بعدم استفادة سكان الصحراء من الثروات واستغلالها من طرف المغرب. الأمين العام للأمم المتحدة يعطي هذا المقطع من الخطاب الذي من شأنه أن يكون نافذة لإعادة فتح النقاش حول حكاية نهب الثروات وعدم استغلالها، وكي يقف مجلس الأمن الدولي حول حقيقة المخطط تنمية الأقاليم الجنوبية بكل أرقامه، والذي يظهر بأنه لم يوضع فقط من أجل قضاء مصلحة تكتيكية، وإنما وضع
يقع كهدف استراتيجي مضبوط في الزمن في القطاعات وفي الغلاف المالي. يونس دفقير المحلل السياسي للقناة الثانية، شكرا جزيلا لك.